السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنفرز مع بعض البسلة من غير ما نسلقها ومن غير ما نغسلها، من غير اي حاجة. هنشيلها كده بعد ما ننضفها ونخلصها، نحطها في الفريزر. هتقعد معاكي من السنة للسنة من غير اي مشاكل. المهم ان انت لما تكوني هتطبخيها تروحي منزلاها من الفريزر، تكوني سبكتي وخلصتي شطفة خفيفة تحت الحنفية، يا دوبك تبوشي تلجها وتنزليها في قلب التسبيكة بتاعتها. المهم ان احنا واحنا بنشتريها كمان تكون القرن بتاعها مليان بالشكل اللي انت شايفاه ده. يعني ما تروحيش تجيبي اي حاجه اي بسله وخلاص، لا، هننقي القرن المليان، ويكون الكميه اللي قدام التاجر معظمها مليان. يعني يكون طبعا مش هيخلى من ان يكون في قرن مفرغ ولا حاجه، بس ما تكونش كميه كبيره مفرغه، عشان ايه؟ ما تهدرش معاكي في الكميه اللي انت اشتريتيها. كده ما شاء الله، هي بعد ما فرستها، بعد ما فردتها ونضفتها، ما هدرتش معايا حاجه خالص. يعني 5 6 قرون كان حب فيهم بس هو شويه صغير. جبت الجزر قشرته ونضفته، ما غسلتوش برضو، انا قشرته ونضفته ومسحته بمنديل كده، ورحت مخرطاه مكعبات صغيره بالشكل ده. هلخبطه بقى على البسله وهعبيها في الكيس. بيبقى يعني، وانا مقطعاه مش مقطعاه حجم كبير، انا مقطعاه مكعبات صغيره زي ما انت شايفه كده بالظبط. خرطتها كده تخليط كأن زي ما بنخرطها لشوربه الخضار كده يعني. انا برضو بخرطها كده لشوربه الخضار. يعني انت في الحاله اللي زي دي ممكن تقطعي كيس جزر خالص وتعينيه جزر بس من غير اي حاجه. هتعملي شوربه عدس، هتعملي شويه خضار مشكل، هتعملي اي حاجه ممكن تستخدميه، هتحطيه على فول بتدمسيه اي حاجه. المهم ان احنا كده في البسله لخبطت الجزر على البسله، كميه الجزر اللي انا جايباها لخبطتها على كميه البسله اللي انا عاملاها بالشكل ده. وهجهز بقى الاكياس واعبيها على قد الوجبه. يعني انا هطبخ قد ايه اروح معبيه الكيس بنظري بقى، انا اضرب احتياجاتي وانتي اضرب احتياجاتك. فانتي على قد ما هتستخدمي اعملي الكيس وفرغي منه الهواء كويس جدا جدا. انا عملته هنا بما عندي مكنه لحام، فانا عملتها بمكنه لحام. لو انتي ما عندكيش مكنه لحام، هتفرغي الهواء برضو كويس جدا وتربطيه وتبططي الكيس كده، وتحطيهم فوق بعض في التلاجة عادي. بس المهم ان انت تفرغي منه الهواء، او ممكن تروحي خرمه الكيس بالشوكه كده او اي حاجه، يعني خرم بسيط كده يفرغ معاكي الهواء، تقوم تدنها معاكي من السنه للسنه ما يجرالهاش اي حاجه. زي ما انتوا كده شايفين بالشكل ده، انا عملتها اكلات كل كيس على قد الطبخ. وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب، والى اللقاء في فيديو جديد.